اخيرا لقيتها. اصل الغزوزه في مصر، والغزوزه يعني جايه من مياه الغازيه، مش كازوزه بالمصري بتاعنا. سيبرو سباتس، سيبرو سباتس، سباتس، سيبرو سباتس، سيبرو سباتس، سيبرو سباتس. يلا يا عم الحاج، احنا ناقصين لبخه في الكلام. في عام 1909 الخواجة نيكولاس باتس حب يعمل مشروب منعش للناس، ومن مصنع صغير على قده في اسكندرية عمل ليمونادا سباتس، لغاية لما جه مصر ابن اخوه سيبروس باتس وحب يكمل مشواره مع عمه، فمن مصنع صغير في اسكندرية لمصنع اكبر شوية في رمسيس. في 1920 افتتح اول مصنع ليهم، وضافوا كمان مع الليمونادا التفاح الاحمر. ولان سيبروس باتس الشاب اليوناني اللي جه مصر كان من جزيره سلفانيا، سلفانيا هي مشهوره بمناحل العسل، وعلشان كده اختار شعار سيبروس باتس النحله. سيبروس باتس ما اكتفاش بالليمونادا والتفاح الاحمر، فعمل اطعمه تانية زي الجنزبيل والرمان والجريت فروت، لكن بيبقى الليمونادا والتفاح الاحمر هم اساس سيبروس باتس. بدلع بس. في عام 1941 كانت في مسابقة عالمية للصناعات، اشترك فيها سباتس وفاز بالمركز الأول متفوقا على 56 شركة عالمية، وكمان الملك فاروق سلمه الجايزة بنفسه. بعد كده دعمتها ثورة 52 وبقت منتج وطني متميز. لكن بسبب تطور الشركات الغازية العالمية رجعت سباتس خطوات كتير لورا. فضلت شركة سيبرو سباتس على حالها لغاية عام 1998، ولكن كانت المبيعات بتقل وشهرتها بتقل معاها، لغاية لما اشتراها عطوان بخيت بشرط ان المنتج يفضل زي ما هو وبيحمل نفس الاسم. فعطوان بخيت اللي اشترى الشركة من سيبرو سباتس قرر يقفل الشركة حفاظا على تاريخها. سنة ورا سنة بدأت الناس تسأل هي فين سيبرو سباتس، وفي 2019 قرر أحفاد عطوان بخيت إن هم يرجعوا يفتحوا الشركة من جديد. ومع دعوات المقاطعة للمنتجات اللي بتساند الجيش الإسرائيلي رجعت سيبرو سباتس علشان تتصدر المشهد من جديد بعد أكتر من 100 سنة على أول غزوزة في مصر. ما تشرب لك واحدة.